بعد أن سجل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند 5 أهداف في 57 دقيقة من أصل السباعية التي تأهل بها مان سيتي على حساب لايبزيغ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تساءل العالم لماذا أخرج بيب غوارديولا هذا العملاق في الدقيقة 63 على اعتبار بأنه كان بإمكانه أن يحطم رقم قياسي تاريخي. قبل هذه المباراة كان التفوق لميسي ولويس أدريانو على اعتبار بأن كل من هذين الاسمين تمكن من تسجيل 5 أهداف. كان بإمكان إيرلينغ هالاند أن يكتب التاريخ ويثبت بأنه الاستثناء في تاريخ هذه المسابقة في مباراة واحدة. كثرت الأسئلة، وفي حواره مع سكاي سبورت الإنجليزية تحدث إيرلينغ هالاند لريو فرديناند وإلى مايكل أوين قائلا: كان بإمكاني أن أفعل أفضل مما فعلت. وهنا يتساءل الجميع: هل أخرجه بيب غوارديولا لإراحته أم أنه يفكر بأن يظل هذا الرقم مشتركا ما بين ميسي وهالاند ولويس أدريانو على اعتبار قصة العشق الكبيرة ما بين الفيلسوف بيب وليونيل ميسي؟ تكهنات كثيرة وبإمكانكم أن تحللوا كما شئتم. تحياتي.